السلام عليكم. من وقت ما طلع الكابتن حسين لبيب وقال إنه الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، ويمكن كررها تاني مرة في مناسبة تانية تخص برضو نادي الزمالك. وفي حالة من السعار والهياج ويعني والحرقان إن شئت قل عند يعني داخل أسوار القلعة الحمراء. إزاي تقول كده؟ يعني إزاي؟ ما يصحش يعني. طب ما انتوا بتقولوا الأهلي فوق الجميع، ما حدش يتكلم معاكم ويقول لكم لأ طبعا مصر هي فوق الجميع ولازم تكونوا عندكم احترام وطنية والكلام ده. فمحدش بيعمل كده. والاتحاد برضو عنده شعار، وانا واحد من اسكندرية، الاتحاد عنده شعار قديم، الاتحاد سيد البلد. محدش بيقول له ازاي انت ازاي تقول على نفسك سيد البلد امال انا بعمل ايه؟ محدش بيعمل كده. فكل يعني نادي شايف نفسه ان هو الافضل. حاجه غريبه جدا ان الواحد لما يجي يتكلم عن ناديه بحب وكده يعني يلاقي الناحيه التانية تبقى محروقه جدا ومنكاده جدا ومتغاظه. طب ليه يعني؟ واحنا علقنا على شعاراتكم قبل كده؟ شيء غريب جدا. وعلقت نيرة الأحمر، بالمناسبة هي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علقت وقالت لك أنا شايفة إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والفريق الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في القرن العشرين. أنا حر، ده شيء يخصني وكل واحد حر. وإحنا شايفين فريقنا، قالت إن شايفين فريقنا أكبر قلعة رياضية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وده حقيقة. إحنا نادي الزمالك الألعاب الرياضية هو أكبر قلعة رياضية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. وقالت لك زي ما احنا شايفينه ان هو اكتر نادي متوج بالبطولات القارية في القرن الماضي. دي حقيقة ممكن برضو تدور عليها انت لو كنت فرد من جمهور عبده البقال. واوضحت ان الزمالك ما غلطش في حد او اساء الى حد، ومستغربة جدا ان الجملة ديت مزعلة ناس كتير. مش عارفة ليه. انا اقول لك بقى يا استاذة نيرة، ليه الجملة ديت مزعلهم في الحقيقة. هو تحس ان هم بيحاولوا يلاقوا اي ترند علشان يغطوا على الخيبة التقيلة اللي بتحصل في موضوع التعاقدات. ترند طبعا اللي هو بتاع امير توفيق والقندوسي، وطبعا قبل منه خسارة النادي بتاعهم نادي الأحمر من الزمالك في نهائي كاس السوبر الأفريقي، لما كانوا داخلين وفاردين جناحاتهم، راح الزمالك مقصقص لهم جناحاتهم وقال له اعرف حجمك، الزمالك كبيرك. فطبعا من وقتها وظهرت المشاكل بقى، رضا سليم، إمام عاشور، كهربا، القندوسي مع أمير توفيق، والدنيا مش عايزة تتوقف، وعلي معلول برضو. والدنيا مش عايزة تتوقف، عندهم مشاكل. فهم بيحاولوا يلاقوا كفرنج يغطوا بيه على اللي بيحصل عندهم، بحيث الناس ما تتابعش اللي بيحصل عندهم ايه، ويتابعوا الترند اللي هم مخرجينه. فمن ضمن الخمسة ستة دول خلونا ناخد تصريحين كده. طبعا طلعوا اللي اسمه احمد شوبير، وده كان حارس قديم كده في الاهلي وكانش له لازمه. اللي اسمه احمد شوبير دوت بالمناسبه هو واحد من الناس اللي تسببت في وفاه احمد رفعت الله يرحمه طبعا. لكن بالنسبه لجمهور عبد البقال ما بيسالش يعني. طب هتقول لي مثلا طب انت ليه بتقول كده على الجمهور بتاعهم؟ هقول لك لان هو فرضوه عليهم في القناه. وعملوا له برنامج اسمه تقريبا حارس الاهلي او حاجه زي كده. فرضوه عليهم في القناه، رغم ان هو كان في ترند معمول ضده علشان يقعد في البيت، وفعلا قعد في البيت وقت قصه احمد رفعت الله يرحمه، وقعد في البيت. لكن شوف سبحان الله، اداره يعني زي ما بقول بذرة إدريس راغب يا جماعة، والله العظيم بذرة إدريس راغب اللي هو مؤسس الماسونية في مصر لا زالت مؤثرة جدا. فراحوا فرضينه على الجمهور وعلى الشاشات يعني قدام الجمهور، والجمهور بتاعهم ولا اعتراض ولا اي حاجه. ايه ده احمد شوبير؟ مش ده اللي كنت بتقوله من شويه احنا مع احمد رفعت واحنا مش عارف ايه؟ المهم فرضوا هبه بتاعهم لانهم مش شايفين الجمهور بتاعهم الاحترام، ففرضوه. وقعد يأجج طبعا من موضوع تصريحات الكابتن حسين لبيب. وطبعا هم الجمهور عندهم بيحب الحاجات دي بقى، بيحب الحاجات بتاعت كده الناس، اديني بقى عشان اقعد اعمل كوميكس واقعد اعمل حاجات واقعد الكلام ده. هم بيحبوا الحاجات دي جدا للاسف يعني. فظهر علينا بعده برضو واحد اسمه ايه، أسامة حسني. ده لاعب كده لعب له ماتشين 3 ولكنه كان فاشل فنيا وبدنيا، فما فلحش وراح قعد في البيت. وبعد كده عملوا له برنامج علشان هو جوز بنت الخطيب، كائن وصولي كده، وكان عامل نفسه شيخ زي ما الإخوان دخلوا علينا برضو. بالمناسبة هو له علاقاته بالإخوان وهوضحها دلوقتي. وقال لك بيقول يعني للكابتن حسين لبيب لازم تكون مسؤول في تصريحاتك. أسامة حسني بيهاجم الكابتن حسين لبيب اللي هو قده مرتين يعني. فطبعا يعني
للأسف هم دي تربية زي ما قلت لك إدريس راغب، بذرة إدريس راغب وتربية صالح سليم اللي هو طبعا معروف بشربه للخمرة يعني. فمش هتاخد منهم حاجة عدل، يعني انت شغال بالواسطة، يعني اذا بليتم فاستتروا، انت شغال في القناة علشان انت جوز بنت الخطيب مش اكتر يعني. فاذا بليتم فاستتروا، لكن طبعا الاعلام الاحمر عينه بجحة وعينه حمرة زي ما بيقولوا يعني. فطبعا بعد تصريحات الولد دوت اللي اسمه أسامة حسني الموضوع كبر. فجمهور او مش جمهور الزمالك، اداره الزمالك بتفكر ان هي تحط شعار اكبر قلعه رياضيه على بوابه النادي، يعني اليافطه ديت او تتعمل يافطه تتحط على بوابه النادي مكتوب فيها الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر وفي افريقيا والشرق الاوسط بالمناسبه. وبيقول لك أكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي إن هناك اتجاه بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على وضع لافتة أفضل قلعة رياضية على بوابات النادي نظرا لعراقة القلعة البيضاء عبر التاريخ في الرياضة المصرية. وأوضح المصدر أنه سوف يتم اعتماد هذا المسمى أكبر قلعة رياضية أيضا عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالنادي على السوشيال ميديا، وده شفته بالفعل على قناة أو على صفحة الزمالك في الفيسبوك. وأتم المصدر أن هناك حالة من الغضب داخل مسؤولي الزمالك من تحدث البعض باستهزاء على تصريحات رئيس النادي، وهو ما جعل الأمور تتطور لهذه الدرجة ويتم وضع لفتة بحجم النادي الحقيقي من وجهة نظرهم. طبعا يعني زي ما قلت لك هم عملوا البلو ده كله ليه؟ علشان يغطوا على الفضايح اللي عندهم بتحصل على مستوى الإدارة ولا على مستوى اللاعبين المنفلتين أخلاقيا كالعادة يعني. لدرجة إنه طلع حتة عيل برضو يعني اسمه ايه، عمرو سماكه دوت بيقول لك لعب له ماتشين برضه وفاشل فنيا، فاشل كرويا، فاشل بدنيا، فاشل في كل حاجه. فطلع وقال لك شعبيه الزمالك طبعا لما بيطلع ترند يا جماعه، زي برضه احمد مخدات اللي هو قبل شجعنا يعني في ماتش قبل ماتش الزمالك في السوبر. طبعا التصريح اللي قاله شجع فرقه الزمالك ازاي جاء نتيجه عكسيه، طبعا الاهلاويه كلهم بيدعوا عليه دلوقتي. فطلع الولد دوت اللي اسمه سماكة وقال لك شعبية الزمالك عمرها ما تيجي زي شعبية الأهلي في أفريقيا، ده فرق السماء والأرض. طبعا عارف انت من نوعية ايه ده، في ترند خدوني معاكم انا محدش بيتكلم عليا ليه كده يعني. فنركن العيل ده على جنب، بس هنرد عليه، ذكرته بس عشان نرد عليه ونشوف شعبية مين يا ابو شعبية. موضوع الولد اللي اسمه أسامة حسني ده في الحقيقة فكرني بتويتة كان نزلها الكابتن ميدو لما نزلها من سنة، وقال لك أسامة حسني تلميذ صفوت حجازي وواحد من أدوات الإخوان المسلمين في الرياضة المصرية حتى الآن، يقول أن التاريخ يقول أن ال6 سنوات القادمة للأهلي مثلما قال معلمك بأن الإخوان سيحكمون مصر ل50 سنة القادمة. ودي حقيقة، أنا كنت واحد من معادي الإخوان زمان واتخدعت بقصة يعني إن إحنا مسلمين وإن إحنا جايين بالدعوة والقصة دي، والله اتخدعت. فدخلوا برضو، فطبعا في الفرح زي ما انت شايف الصورة كده، في الفرح بتاع اللي اسمه أسامة حسني دوت وهو بيتجوز بنت الخطيب، كان جايب مين شيخه بقى علشان يقرأ الفاتحة أو يعني المأذون، هو صفوت حجازي. وصفوت حجازي دوت يا جماعة من أشر الناس فكرا، يعني من أشر الناس فكرا والله. ده كان معتصم في اعتصام رابعة وبتاع الإخوان طبعا، وكان بيقول اللي يرش مرسي بالمية، وأنا كنت وقتها على فكرة مؤيد للإخوان، كان بيقول لك اللي يرش مرسي بالمية أرشه بالدم وخلي القوات تيجي وخلي الداخلية تيجي. وكان قاعد يسخر من تصريحات وزير الداخلية لما كان بيتكلم إن هم يفضوا الاعتصام بصورة سلمية بدل ما يعني يتم استدعاء القوات للتدخل عشان تفض الاعتصام. فهو بقى كان فاتح صدره، اللي انت شايفه في الصورة دوت اللي اسمه صفوت حجازي، فاتح صدره بيقول لك خليهم ييجوا، طب ونشوف هنعمل فيهم ايه. جابوه من على حدود السودان. فهم دول الإخوان للأسف اللي ربنا دمدم عليهم وأخزاهم علشان هم يعني استغلوا الدين، استغلوا آيات ربنا واستغلوا الدين وشعارات الدين في إن هم يروجوا للحزب بتاعهم، الحزب البائد، الحزب البريطاني النجس، حزب الإخوان، إخوان الشياطين. واللي هو بالمناسبة أحد أذرع التنظيم، يعني أحد أذرع الجماعة الماسونية في مصر. خد بالك الإخوان أحد أذرع الجماعة الماسونية في مصر. ودوت بيخليني أفكر هل ده له علاقة بانتشار، خد بالك، هل له علاقة بانتشار رموز الإخوان جوه الأهلي؟ يعني ممكن الخطيب ما تتفاجئش، انت مش هتعرف اللي جواه طبعا، لكن ممكن الخطيب نفسه عشان يجوز بنته الواحد عارف ان هو له علاقة بالإخوان زي اللاعب ده يجوز بنته له.
فالموضوع غريب جدا، ممكن يكون الخطيب نفسه اخوان، بس طبعا مش هيصرح بالكلام دوت. من كام سنه برضو يعني في 2015 الاخوان كان في مقال بعنوان اخوان تغزو الاهلي، وزي ما انت شايف على الشاشه، وممكن توقف وتقرا يعني الخبر يعني، وممكن تدور عليه في الجوجل براحتك جدا. برضو زي ما قلت لك خبر تاني، الاهلي يحقق مع شباب الاخوان في 2013. كان عندهم برضو لاعب اسمه احمد عبد الظاهر رفع الشعار بتاع رابعه في الماتش. طب انت دي جماعه بتحارب الدوله، يعني انت فاجر قوي للدرجه دي يعني؟ ده انت فاجر بقى يعني. شوفوا طبعا انا كنت وقتها برضو قايل الاخوان، بس طبعا يعني ما بستكبرش ان انا اقول كنت مغفل وكنت مضحوك عليا ذهنيا، والله العظيم حقيقي يعني، انا ما بتكسفش ان انا اقول كده يعني. ف برضه خبر تاني اهوت من موقع الاخوان نفسه، الاهلي يحقق مع لاعبيه، بينتقدوا الكلام دوت يعني. الاهلي يحقق مع لاعبيه الشباب لالتقاطهم صوره بشاره رابعه الصمود، وما كان بيسموها كده يعني. فزي ما قلت لك ايه العلاقه بين الاخوان والاهلي؟ علاقه مريبه، علاقه ريحتها وحشه. وهل ده له يعني له رابط او له سند على ان مؤسس النادي هو مؤسس الجماعه الماسونيه في مصر ادريس راغب، واللي الاخوان هي احد الاذرع للجماعه الماسونيه في مصر؟ يعني انت حاول تربط كده المواضيع ببعضها، وهسمعك فيديو هتشوف فيه ازاي الفكر ده الاخواني النجس بينضح على النادي الاهلي. اسمع الفيديو دوت كده وتعالى كلمني بعدها عن الوطنية وعن حب البلد والانتماء للبلد. رغم لجأت الكثير من رؤساء النادي بما فيهم النادي الأهلي، رفضوا، قال النادي الأهلي ده العضوية بتاعته بمبلغ كبير، ما اقدرش اخلي أسر الشهداء يكونوا أعضاء. شفت بقى حضرتك، ده التقدير الشعبي لأسر الشهداء. في واحد قدر روح الشهيد وروح الضابط والمجند والفرد، رغم المستشار مرتضى منصور ما فرقش بين الضابط والمجند والعسكري، عمل يعني حتى ابناء المجندين والامناء والافراد اخذوا عضويات في نادي الزمالك مجانا. بالظبط كده. هو طبعا انت سمعت الكلام دوت وشفت مين فعلا النادي اللي هو بينتمي للبلد، ومين النادي اللي هو بيحافظ على وطنيته وعلى كرامة بلده. مش نادي مرتزق، مش نادي له علاقاته اللي زي ما قلت كده من شوية، اللي هي ريحتها وحشة. فكان طبيعي جدا انه نادي الزمالك يحط يافطة نادي الوطنية والكرامة، زي ما انت طبعا بعد اللي انت شفته دوت اللي انا اتكلمت فيه، كان طبيعي ان نادي الزمالك يحط نادي الوطنية والكرامة. لكن تحت الضغط واللي احنا مش عارفين ايه سببه او مين اللي عمله، اليافطة اتغيرت لنادي الزمالك للألعاب الرياضية. فهل هنشوف نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر بتتحقق، ولا هنشوف إنه التنظيم الماسوني اللي هو مؤسس النادي الأهلي له رأي آخر؟ زي ما قلنا الزمالك نادي وطني بيصارع الجماعة الماسونية في مصر، اللي هي للأسف بتهدم قيم وثوابت المجتمع المصري. وزي ما انت شايف اللعيبة بتاعت الأهلي أخلاقهم عاملة ازاي بمجرد ما لعبوا في النادي ده. طيب ردا على تصريح الولد اللي احنا لسه جايبين سيرته من شوية، واللي قال لك شعبية الأهلي في أفريقيا، تعالي أسمعك بقى ليه نادي الزمالك، أو أسمعك من مين، سيبك من اللي هو ما فلحش أصلا، ما عرفش يلعب يعني موسم مع النادي الأحمر، لكن خليني أسمعك رأي مايكل إسيان، ودوت لاعب في تشيلسي ولعب في ريال مدريد، وقال لك أتمنى أختم مسيرتي مع نادي الزمالك. لما جابوا له سيرة الأهلي والزمالك وكان في حفل في مصر، قال لهم كنت أتمنى أختم مسيرتي مع نادي الزمالك. شوف بيقول لك إيه، حاجة غريبة جدا يعني، بتعرفك الشعبية الجارفة لنادي الزمالك في أفريقيا. ودوت اللي حصل في كينيا من قريب بالمناسبة، عشان في ناس، خلينا نذكر الحتة دي كده على السريع، علشان في ناس قبل ما ندخل في الفيديو بتاع مايكل إسيان وأديبايور، في ناس قالت لك هو ليه الزمالك رجع متأخر من ماتش كينيا في الكونفدرالية اللي هو الماتش الأولاني ده؟ قال لك ليه الزمالك رجع متأخر وليه الأهلي رجع بدري؟
علشان الزمالك يعني رجع في طياره عاديه، طيران عادي، والاهلي رجع في طيران خاص علشان الزمالك معهوش فلوس والاهلي معهوش فلوس والاهلي معاه فلوس. فالقصه مش كده قوي. برضو الزمالك دعاه سفير مصر في كينيا، لانه الزمالك شعبيته كبيره جدا في كينيا، والناس كانت عايزه الزمالك يعني يقعد مع سفاره مصر هناك ويعملوا حفله كده، او يعني احتفال كده صغير، بانه الفريق طبعا ما بيلعبش في كينيا كل يوم نادي الزمالك، وله شعبيه كبيره في كينيا على حسب ما ذكر السفير المصري في كينيا. وعملوا جوله كده يعني زي في الباركس بتاع اللي هي البارك اللي هي الغابات الطبيعيه او المحميات في كينيا، والناس اخذت صور، اهل كينيا يعني والمسؤولين هناك اخذوا صور مع نادي الزمالك وكانوا محتفين بيهم جدا. وده بيعرفك شعبيه نادي الزمالك في كينيا. لكن طبعا الاهلي ما كانش عنده الحته ديت، فخد الطياره بدري وخلع على مصر يعني. خلينا نسمع كلام مايكل إيسيان لاعب تشيلسي وريال مدريد، وبعد كده هنسمع لاعب الأرسنال. ودول على فكرة بالمناسبة الاثنين دول أفضل لاعبي أفريقيا، يعني سواء مايكل إيسيان وأديبايور خدوا أفضل لاعب في أفريقيا. فخلينا وهداف أرسنال طبعا أديبايور، واللي هو احتفل مع شيكابالا بعد ما خدوا كاس السوبر الأفريقي. خلينا نسمع اللعيبة العالمية دي بتقول إيه علشان يردوا على جوز الفشلة اللي محدش يعرفهم أصلا في مصر، فضلا عن إن يكون في حد يعرفهم في القارة أو العالم. لو كنت ختمت مشوارك الكروي في نادي مصري كنت تفضل الأهلي ولا الزمالك؟ كل فريق من الفريقين لعب أمام أندية غانية، وإذا اخترت ناديا سأختار الزمالك. لأنه أول اسم يأتي إلى ذهني، لأنني عندما كنت صغيرا شاهدتهم يلعبون أمام واحد من أفضل أندية غانا. ما هو المتوفر لديك من معلومات من المتابعة فقط العادية؟ أنا عارف رحلتك الاحترافية كانت طويلة، بس المعلومات اللي متوفرة عندك عن الأهلي أو الزمالك، إيه الانطباع اللي متاخد عنك؟ إذن الزمالك فريق لنا ارتباط معه، ومنذ كنت صغيرا في العمر الخامسة والسادسة من عمري كنت أعرف عن الزمالك وأنه من أكبر الفرق في أفريقيا ولديهم تاريخ عريق وإنجازات. فبالنسبة لي إذن مباراة ستكون مثيرة للاهتمام. أنا أتواجد هنا وحيث أن ولدت هنالك قصص كثير سمعتها عن الزمالك، وغدا سوف تكون مواجهتهم الكبيرة وأنا سأحضرها في مدينة الرياض الجميل، وأنا متأكد أن الأجواء ستكون رائعة جدا. المشاهدين سيحصلون على تجربة جميلة، ونحن هنا أيضا سوف نستمتع. وبالتالي نتوقع مباراة عظيمة. أنا لا أشجع أي فريق، لا أعرف معظم اللاعبين فيهم، ولكن الاسم الذي هو في ذهني هو الزمالك، لأنني سمعته وأنا صغير، كما سمعت اسم مارسيليا وأرسنال وريال مدريد، وأنا لعبت حتى في أرسنال ومدريد، وبالتالي كان حلم تحقق لي. فبالتالي مجددا هي مجرد حلم طفولة أيضا يصبح حقيقة أن أتمكن من مشاهدة الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي في الرياض. أنا لم أتي إلى الرياض أيضا سابقا ولم أشاهد الزمالك في السابق، وقد كبرت وأنا أسمع عن الزمالك، وبالتالي غدا فرصة كبيرة لنشاهدهم مباشرة. أمر جميل. زي ما أنت سمعت طبعا مفيش كلام يتقال بعد كلام رموز عالمية. طبعا مش محتاجين أصلا نستشهد بكلام لاعيبة عالمية على نادي الزمالك، لكن هو جزئية في كلامهم إن هم دول أفارقة، فهم دول اللي شايفين مين النادي اللي كانوا بيسمعوا عنه، دول من الجيل اللي كان بيدي لعيبة أعلى مستوى لأوروبا، لدوريات أوروبا يعني. فدول اللي كانوا بيكبروا. زي ما انت سمعت الاتنين كده، انا كان حلمي اتفرج على نادي الزمالك في الملعب، واحد يقول لك انا كان حلمي العب في نادي الزمالك، اختم مسيرتي في نادي الزمالك لان كنت بتفرج، والاتنين قال لك انا بتفرج على نادي الزمالك من وانا صغير. طبيعي جدا يا جماعه، يعني مش هنتكلم على شعبيه الزمالك الجارفه، هي الاكبر في افريقيا. وده راجع لايه؟ علشان نكون برضو منصفين، راجع لانه الزمالك هو النادي الاكثر حصولا على بطولات في القرن العشرين. ولو انت من جمهور عبد البقال ما تعرفش يعني ايه القرن العشرين، نحب نقول لك ان القرن العشرين اللي هو بدأ من 1900 من سنة 1900 لسنة 2000، هم ال100 سنة دول القرن العشرين. أما أنت بطولاتك اللي أنت تخطيت فيها الزمالك قاريا هي بدأت من بعد سنة 2000. لكن طبعا القرن ال21 لسه ما انتهاش وما عداش منه ال 24 سنة، يعني لسه 76 سنة.
فلسه المشوار طويل جدا علشان نقول مين نادي القرن ال21، لسه بدري يعني. فاستحق نادي الزمالك لقب نادي القرن ال20 لأفريقيا طبعا، لأن نادي القرن دي تخص كل قارة. واستحق طبعا دي القلعة الأكبر، القلعة الرياضية الأكبر في أفريقيا ومصر طبعا، والأول وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وبكده ننهي الفيديو. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين لبيب، الزمالك أكبر قلعة في مصر. ما شيء لا بلا شك منه، مثال تتويجا على مستوى مش كرة القدم، على كل النطاقات سواء في اليد أو بالطائرة. الزمالك يعني زمالك فارق حتى على مستوى عالميا يعني. راجل رئيس نادي الزمالك طالع بيتكلم على ناديه، فهيطلع يقول لك ايه؟ ان نادي الزمالك ده، وده بيتكلم على نادي الزمالك، ما بيتكلمش على نادي صغير ولا نادي ملوش جماهيرية ولا نادي ملوش تاريخ ولا نادي ملوش شعبية. بيتكلم عن مين؟ عن نادي الزمالك اللي هو رئيسه. فبالتالي لما بيجي بيتكلم هيقول لك ان النادي بتاعي هو اكبر قلعة رياضية في مصر.